لو انت من الناس اللي بتشتكي من بطنها دايما وطول الوقت عندك مشاكل في بطنك ورحت لدكاتره كتير وتعبت من كتر المسميات اللي بتسمعها، انت عندك برد في بطنك، انت عندك قولون عصبي وبتستعمل ادويه كتير وكلها مش جايبه معاك نتيجه، الفيديو ده ليك. خليني اقول لك ان مشاكل جهازك الهضمي انت ما بقتش مضطر تعيش معاها، كل حاجه ليها حل. يعني ببساطه حرصك على المحتويات اللي بتخش جوه بطنك ممكن تكون حل لمشاكل كتير بتعاني منها. سمعت عن البكتيريا النافعه؟ دايما بنسمع ان الزبادي مفيد عشان بيكون فيه البكتيريا النافعه دي. اورجانيك نيشن طورت لك تركيبه فيها مليارات البكتيريا الحيه عشان تحسن لك مشاكل جهازك الهضمي وتحل لك كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها قبل كده. والموضوع مش عشوائي، انت مش بتطلق شويه بكتيريا جوه بطنك على امل انها تشتغل، لا، كل سلاله ليها وظيفه معينه وبيئه مناسبه بتحتاجها عشان تعمل الوظيفه دي. يعني مثلا اللاكتوباسيلس من اشهر انواع البكتيريا الموجوده في الزبادي ومنتجات الالبان، وللاسف كتر استهلاك منتجات الالبان مش اصح حاجه لجهازك الهضمي. فعشان نوفر بيئه مناسبه لنمو البكتيريا دي محتاجين الالياف الموجوده في ماده الانولين، بمعنى انها بتوفر الغذاء اللي تتكاثر عليه البكتيريا بارقام كبيره، ده غير انها بتقلل امتصاص الجلوكوز في الامعاء. خدت بالك؟ جلوكوز يعني هيساعدك تتحكم في السكر. وعشان تكمل التركيبه موجود فيها كمان عنصر الزنك اللي بيشتغل كمساعد لحوالي 300 انزيم في جسمك، تحديدا انزيمات الجهاز الهضمي. كل ده هدفه انه يرجع لك التوازن الصحي في نسب البكتيريا النافعه عندك جوه بطنك اللي ماتت بسبب العادات السيئه في الاكل واستعمال المضادات الحيويه والافراط فيها. يعني البطن السليم في الجسم السليم.